ضحايا في حمص بالأمس، ولماذا السلطات في سوريا تتبع دائما الحل الأمني أو الاتهام بأن من يحرك هؤلاء هو الخارج؟ يعني ألا يوجد خراطيم مياه، هروات؟ لماذا إطلاق النار على متظاهرين؟ واضح جدا أن الجماعات المسلحة التي قامت بهذا التصعيد بهدف ترويع الناس وبالتالي إخلال بالأمن وتوتير الأجواء أكثر وتعقيدها أنها لا تريد الإصلاح بالدرجة الأولى، لأن السلطة السياسية، السلطة السورية أو الحكومة السورية وعلى رأسها الرئيس بشار الأسد قد استجاب بالأساس لكل مطالب الإصلاح فيما يتعلق بحزمة من الإجراءات والقرارات، وهناك قرار رئاسي في هذه المسألة. والقضية فقط كيف يمكن أن تأخذ قنواتها الدستورية والتشريعية في هذا الصدد. لذلك أنا باعتقادي أن المسألة يعني السؤال المركزي الذي يطرح بالنسبة لهذه الجماعات المسلحة، هل تريدون الإصلاح فعلا أم طيب. ماذا تريدون؟ طيب سيد أحمد، يبدو أنه في هذه العمليات الترويعية والإرهابية طيب. لا يريدون الإصلاح. طيب سيد أحمد، أنا أحترم ذكائك، وأنا مدرك أن لديك الشجاعة الأدبية لتقل الأمور كما هي. طيب، جماعات مسلحة، عصابات مسلحة في درعا، شبيحة في بنياس، شبيحة في اللاذقية، في حما، في دوما، في البيضة، وكأن العصابات والجماعات المسلح تملأ كل زروب وكل شارع في سوريا، وكأن الأمن سائب ومنفلت. لا، المسألة ليست على هذا النحو. المسألة فعلا، وأنا هذا يذكرني بالحواجز الطيارة في الحرب الأهلية في لبنان التي كانت تقوم بها القوات اللبنانية بقيادة سمير جعجع. ولكن في لبنان لم يكن هنالك دولة في ذلك الوقت يا سيد أحمد. في سوريا هنالك نظام قوي ودولة. لا، أنا أقصد أن الآن هناك في عمليات إرهابية متنقلة لنشر الفوضى وترويع الناس متنقلة. لذلك تبدأ بنصف ساعة، بربع ساعة، عندما تأتي قوات الأمن إما أن تكون قد وجدت ضالتها بالمواطنين والمتظاهرين، أو أنها تباشر أيضا مع قوات الأمن. أنا أقصد ليس فقط فيما يتعلق بوجود دولة ولا دولة. صحيح في سوريا في دولة، لكن هناك في قرار رئاسي بمنع إطلاق النار على المتظاهرين، والتظاهر حق مشروع. سيد أحمد، لذلك إطلاق النار يأتي من الذين لا يستجيبون. تفضل. طيب، في أي بلد في العالم السلطات تحمي المتظاهرين؟ الوزير المعلم قال نحن مع حق التظاهر السلمي. يعني في أي بلد في العالم السلطات تحمي المتظاهرين؟ حتى لو كان هنالك عصابات مسلحة تطلق النار على المتظاهرين، مسؤولية الأمن السوري حماية هؤلاء المتظاهرين والتصدي لهم. هذه تقع مسؤولية على النظام في سوريا، حماية المتظاهرين، وإلا لا يمكن يعني المتظاهرين أن يصدقوا أنه كل ما يعني طلعت ناس يتظاهروا بيجي عصابات بتقوس عليهم. أولا هناك قانون أيضا في إطار قوانين الإصلاح المعمول فيها، هو قانون حرية المواطن في التظاهر، وهذا يتطلب فعلا آلية وإجراءات، وتحدث عنه الرئيس بشار الأسد أمام الحكومة، وقال أن هذه المسألة يجب فعلا أن نعيد بناء هيكلية قوى الأمن ووزارة الداخلية فيما يتعلق بهذه المسألة، وبالتالي هذه تتعلق بحماية المواطنين، وهذا يستدعي فعلا وجود هذا القانون الذي يتيح ويسمح ويمنح حق التظاهر للمواطنين في إطار قوانين الإصلاح. الآن بالدرجة الأولى تم اتخاذ قرار رئاسي بعدم إطلاق النار على المتظاهرين، لكن عندما يكون هناك قوى مسلحة وجماعات مسلحة تقوم بإطلاق النار على المتظاهرين وعلى قوى الأمن والجيش، هنا التعقيد وهنا التصعيد. ومن هنا تأتي المفارقة ما بين الإصلاح، ما نريد من الإصلاح، وما نريده من هذه العمليات الإرهابية لقطع الطريق على الإصلاح. وهذا يعني أن مسؤولية الدولة ما زالت قائمة، مسؤولية الدولة وأجهزتها ما زالت قائمة فيما يتعلق بقطع دابر هذه الفتنة ووضع حد لكل الفوضى والإخلال بالأمن. طيب، من دمشق الكاتب الصحفي أحمد صوان، شكرا جزيلا لك.